بجد يا بنات، الفيديو النهاردة يستاهل لايكات واشتراكات وكمان كومنتات حلوة قوي وكتير جدا. لان انا النهاردة عاملة لكم رز بالخلطة. كتير منكم طلبوه مني طريقة الرز بالخلطة اللي انا بعملها، والفراخ اللي هي تحس انها مشوية وهي مش مشوية. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الطريقة. طبعا الاول خالص هنسلق الفراخ. احنا كده كده هناخد حاجة حاجة الاول، يعني هنعمل الفراخ الاول ونخلصها وبعدين نبدأ في الرز عشان يبقى الفيديو مترتب وتفهموا منه اللي انا قصده بالظبط. حطيت حته سمنه صغيره وحبهان ورق لوري، حمصتهم كده بسرعه، شوحتهم تشويحه بسيطه وبعدين نزلت بالفراخ. عايزه تعملي لحمه اعملي، عايزه تعملي بط اعملي، عايزه تعملي فراخ اعملي. بس الرز بالخلطه من وجهه نظري انا بيبقى احلى كتير جدا مع الفراخ. وكل واحد طبعا حر في اختيارات الاكل اللي هو بيحبها. حطينا الفراخ وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود، وطبعا الطماطم والبصل اللي ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها في التسوية بتاعت الفراخ. بدأنا نشوح الفراخ لحد ما بدأت تنشف خالص، وبعدين حطيت المية. كده كده خلاص الفراخ استوت معانا وبقت جميلة، وشايفين شكل الشوربة عامل ازاي، جميل جدا وتحفة. هنطلع الفراخ من الشوربة وبعدين ارصها في صينية. وكان عندي كيس صلصة بتاعت محشي مسبكة، بتاعت محشي بالبصل بقى والتوابل بتاع، بالفرشة كده دهنت بيها كلها الفراخ، يعني دهنت الفراخ كلها بصلصة المحشي وحطيته تحت الشواية، وشايفين الشكل الرائع ده. كده كده الفراخ خلصت خلاص الحمد لله. هنبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الرز. معايا نص كيلو كبدة فراخ شارياها طبعا، ومعايا بصلتين قطعتهم بالسكينة كده تقطيع عشوائي، وتوم يعني كتري توم شوية، اعملي 10 فصوص توم ولا حاجة. وبتحطي بقى عليهم شوية زيت، وهتخلي لون البصل ذهبي زي ما احنا متعودين. يعني مش عايزاه احمر خالص ولا عايزاه اصفر خالص، عايزاه ذهبي حلو كده زي ما هتشوفي دلوقتي اهو. وهتحطي قرن فلفل تقطعيه برضو بالسكينة كده، تشوحيه تشويحة صغيرة في نفس البصل والثوم، هيدي ريحة جميلة جدا. بعد كده بقطع الكبد اللي عندي زي ما انت شايفة كده، التقطيعة دي بالشكل ده. وهبدأ انزل بيهم على البصل والثوم والفلفل الموجودين عندي، وهاخدهم بقى كده لفة سريعة، تشويحة بسيطة كده قوي، اقلبهم في بعض. وابدأ احط عليهم التوابل اللي انا هستعملها دي، كزبرة على كمون وورق لوري وشطة بسيطة قوي وحبهان وفلفل اسود وسبع بهارات. وطبعا ما نقدرش نستغنى في الاكلة دي عن رشة جوز الطيب، وكمان عود القرفة الخشب اللي دايما بيخلي الاكل طعمه حلو قوي، بالذات الكبده والحاجات دي. الرز بالخلطه طبعا زودت شويه زيت عشان الزيت كان قليل شويه، ونزلت كمان برشه جوز الطيب. وبدات الكبده معايا تتشوح على نار هاديه جدا جدا عشان ما تتلسعش مني، وفي نفس الوقت تاخد تشويحه كويسه. ونزلت على الكبده بشويه ميه اللي انا هسوي بيهم الكبد. طبعا انا ما بستخدمش قوانص خالص يا بنات في الرز بالخلطه، بعمل كبد بس وبيبقى معاها القلوب بتاعتها، اللي حابب يعمل قلوب حابب، مش حابب بيرميها، ما فيش اي مشكله خالص. كده استوت الكبد معايا، وشايفين لونها وريحتها تجنن جدا جدا، يعني طعمها وريحتها بتبقى جميل قوي. دي بقى اللي بتخلي للرز كمان طعم حلو قوي قوي قوي. ركننا كده الكبد على جنب. هنيجي بقى نحمر البصلتين دول تحمير زي ما انتم شايفين كده، كأنك بتعملي رز صيادية. انا ما بستخدمش خالص السكر المكرمل خالص يا بنات، انا بستعمل البصل. ودي كانت من زمان قوي، من يجي 20 سنة كده، شيف محترم قوي قالها لي. كان في مطعم كبير جدا، وقال لي اي حاجه من بدل ما تعملي سكر، لان الناس الرز اصلا بيبقى فيه نسبه نشويات فمش محتاجين سكر كمان، فاعملي بصلتين حمريهم كانك بتعملي رز صياديه. وبعد شويه نزلي عليهم شويه ميه وسيبيهم يغلي غلوتين، وانزلي بقيه وبنزلي بالرز. وطبعا عندنا الكبد هناخد التلتين ونسيب التلت هنزوق بيه السرفيس في الاخر. عايزه اقول لكم الحركه دي، ان انت تنزلي 3/4 او تلتين الكبده مع الرز، بتديله طعم جميل جدا وخطير جدا، وبيبقى ريحته جايبه يعني ريحته فظيعه جدا جدا، وبيميز اكلك جدا. بعد كده بتحطي بقى، بتزودي شوربتك وبتزودي الملح والفلفل اللي انت عايزاه. و
بتظبطي بقى وبتغطي عليه وبتسيبيه. بس طبعا انت بتقفلي النار، بتسيبيه على نار هاديه مش عاليه قوي، يعني نص ونص، ما تعليش النار قوي لان الرز بالخلطه بيتلسع بسرعه. فقبل ما يشرب ميته كده زي ما انت شايفه لازم تقلبيه تقليبه، كل شويه تقلبيه. هو كده خلاص، انا قلبته تقليبه وكانش محتاج لا ميه ولا حاجه، سبته بقى لما استوى خالص. هو كده وصل لمرحله التسويه الجميله. حطيت له بقى حته سمنه بلدي حلوه كده على الوش عشان تديله طعم احلى واحلى. وحان وقت ان احنا نطفي عليه وخلاص الرز كده استوى. طيب ناقص في اكلتنا دي سلطة الزبادي بالخيار، من الحاجات اللي بتبقى مرطبة جدا في الاكل، يعني انا بحبها جدا مع المحاشي ومع الفتة ومع الرز بالخلطة ومع الحاجات دي. سلطة يعني بسيطة جدا وما فيهاش اي حاجة، خيار وزبادي بس، وممكن ورقتين ثلاثة نعناع على الوش. لا بحط ملح ولا بحط ليمون ولا بحط توم ولا اي حاجة، لان انت بتبقي عايزة ترطبي، فدي بتبقى حلوة قوي 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 مع الاكل اللي هو الحاجات الحامية. خدنا بقى النعناع وحطيناه على الوش كده، واصبح عندي الطبقين الجمال دول. سلطة الزبادي بالخيار حلوة جدا وبترطب قوي قوي. ويا سلام على سلطة الزبادي بالخيار دي مع الرز، مع ورق العنب، بتبقى فظيعة جدا. احنا كده هنغرف خلاص السرفيس بتاعنا ونظبطه. شايفين لون الرز عامل ازاي؟ رائع على فكرة، هو ده كان لونه الحقيقي، يعني مش عامله له اي حاجة خالص، ده لونه الجميل جدا، ولا سكر ولا اي حاجة. بقيت الكبدة اللي انا قلت لكم عليها اهو هنحطها على الوش، لان الرز طبيعي فيه كبدة. حطينا دول كده على الوش زينة بس حلوين قوي برضو. وطبعا الزبيب المتشوح في حتة زبدة، مغسول ومنقوع ومتشوح في حتة زبدة. وكمان اللوز برضو اللي مغسول ومتشوح في حتة زبدة، بيدي الأكل طعم خطير جدا. ادي في الاخر طبق طلع معانا سرفيس الرز بالخلطة، ولا احلى مطاعم في الدنيا ممكن تقدمه لك وهتدفعي فيه مبلغ كبير جدا جدا، ومش هيبقى بالطعم ده. صدقيني اعملي حاجتك بايدك، انا بتكلم مع العرايس الجداد حقيقي بيبقى حلوين جدا. قدمنا معاهم بقى الفراخ بتاعتنا الجميلة دي. وايه رأيكم بقى في غدانا النهاردة؟ سفرة هنية تكفي 100. اتفضلوا معانا. هصور لكم بقى السفرة كلها وهي محطوط عليها الأكل. طبعا الجرجير مفيش غنى عنه خالص خالص في الأكل. سلطة الزبادي اللي منورة معانا، الخيار بالزبادي، الفراخ، الرز بالخلطة، وطبعا معاها البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء لا غنى عنها في الأكل. وألف هنا وشفا، وأشكركم جدا. يا ترى أستاهل بقى كام اشتراك